بعد اقتراب رحيل لوكاس هرنانديز، بايرن يجد البديل المناسب. ديكلان رايس لن يوقع للبايرن، وكايسيدو الهدف الرئيسي للفريق. البحث لا يزال متواصلا عن مدير رياضي يحل محل المقال برازو حسن صالحميزيتش. قبل أن ندخل في التفاصيل، المرجو الضغط على زر اللايك ليصل هذا المقطع لأكبر عدد ممكن من عشاق كرة القدم. نبدأ حديثنا حول خليفة لوكاس هرنانديز الذي يبدو مصمما عن الرحيل من بايرن بعد الإغراءات المالية الكبيرة المقدمة له من طرف الفريق الباريزي. لوكا هرنانديز جاء بصفقة قياسية من فريق أتلتيكو مدريد، وكان يتوقع له أن يكون قائدا حقيقيا في دفاع بايرن، لكن الإصابات المتكررة حرمته من تقديم أقصى ما لديه مع الفريق البافاري. لذلك فإن بايرن ميونخ يفكر جديا في بيع اللاعب إذا وصله عرض جيد يصل ل60 مليون يورو على الأقل. بايرن يبحث جديا عن بديل مناسب للوكا هرنانديز، وقد يجد ما يبحث عنه في مدافع نادي نابولي كيم مين جاي. وقد أكد الصحفي الإيطالي دي ماريزيو أن بايرن مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يصل ل 55 مليون يورو. وقد تقدمت المفاوضات مع اللاعب الكوري بشكل كبير، حيث يقترب الطرفين من الوصول لاتفاق حول الراتب والذي يصل ل 10 مليون يورو. في رأيي الشخصي، إذا تمت هذه الصفقة قد تكون صفقة الموسم بالنسبة لبايرن نظرا لصلابة هذا المدافع وجودته العالية، وقد يساعد بايرن بشكل كبير على تقوية دفاعه الذي كان مهلهلا في الموسم الماضي. ننتقل للحديث عن لاعب خط الوسط الدفاعي، هذا الموضوع الذي أسال الكثير من الحبر منذ عدة أسابيع. ففي كل مرة نسمع عن اهتمام بايرن بلاعب خط وسط دفاعي، سواء ديكلان رايس أو بالينيا أو حتى سفيان أمرابط وغيرهم، لكن يبدو هذه المرة أن بايرن وجد اللاعب المناسب في هذا المركز. فبعد أن ابتعدت عيون إدارة بايرن عن اهتمامها بديكلان رايس بسبب المطالب المادية المرتفعة جدا لنادي ويست هام، تواصل ممثلو النادي مع النجم الصغير لنادي برايتون كايسيدو صاحب 21 سنة. كايسيدو يريد الرحيل عن النادي الإنجليزي، وثمنه قد يكلف النادي البافاري ما بين 70 إلى غاية 80 مليون يورو. وحسب الأخبار المتداولة فإن المفاوضات بين إدارة النادي البافاري واللاعب تسير بشكل جيد، ويمكن أن نرى كايسيدو بقميص بايرن ميونخ. نأتي إلى الموضوع الأخير في حلقة اليوم، والذي يتعلق بالمدير الرياضي للنادي البافاري. فمنذ إقالة برازو حسن صالحميزيتش من الإدارة الفنية للنادي البافاري، بايرن يبحث عن مدير رياضي مناسب، والترشيحات تصب على ماكس إيبرل المدير الحالي لنادي لايبزيغ، والذي لديه خبرة كبيرة في التعاقدات والمفاوضات مع الأندية، لكن لايبزيغ يرفض التخلي عنه كليا، وذلك لأنه يمتلك مشروعا رياضيا كبيرا مع نادي لايبزيغ يهدف لتحويل النادي إلى ناد كبير جدا. لذلك فإن بايرن يصعب عليه التعاقد مع إيبرل، وقد يحاول جلب ماركوس كروخ المدير الرياضي الحالي لنادي فرانكفورت. فرانكفورت يمر بمرحلة صعبة جدا بعد هجرة مجموعة من اللاعبين، ويحتاج للكثير من الأموال لإصلاح فريقه. بايرن يقدر على جلب ماركوس كروخ في أي لحظة، لكنه لا يريد إفساد علاقته بنادي فرانكفورت، لأنه قد يحتاجه في قضية راندال كولوموان. لكن حسب رأيي الشخصي أرى أن ماركوس كروخ قد يصل لاتفاق مع ناديه ومع بايرن، وقد يكون المدير الرياضي القادم للنادي البافاري. إلى هنا نصل إلى نهاية المقطع، إلى اللقاء، نلتقي في مقطع جديد.